يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا جدا. النهارده عايزين نتكلم كده عن أفضل أقسام في كلية تربية وكلية زراعة وكلية آداب وكلية علوم. إن شاء الله النهارده هقول لكم على الخلاصة. لو أنت داخل الكليات دي إن شاء الله هقول لك على أفضل الأقسام فيها، عشان ما تحتارش كتير جدا في أولى جامعة ويجي لك كده ناس كتير تقول لك لا التخصص ده أفضل، التخصص ده أفضل. لا، أنا النهارده هقول لك على أفضل التخصصات إن شاء الله، اللي انا متاكد ان شاء الله انها تكون يعني من افضلها. وطبعا انت وذوقك طبعا لو انت حابب حاجه تانية، اتمنى لك يا رب التوفيق وكل حاجه. ولكن انا هقول لك النهارده على الاقسام اللي انا شايفها بقت مهمه جدا في سوق العمل، واللي بقت يعني من اكتر الاقسام مطلوبه اكتر في سوق العمل بشكل كبير جدا جدا. ولكن كل الأقسام خير وبركة، وكلها كليات مهمة وعملية وفيها توفيق من ربنا طبعا أولا. ثانيا اجتهادك وتعبك بيحدد مستقبلك. لكن أنا هقول لك على الأقسام دي من وجهة نظري، من وجهة نظر سوق العمل شوية، فعشان ما حدش يقول لي أنت منحاز شوية للتخصص ده أو لا. بس أنا اتكلمت في أفضل تخصصات للكليات واتهاجمت. أنا مش عارف يا جماعة بتهاجم ليه. أنا بقول لكم يعني بالنسبه لي افضل التخصصات دي في سوق العمل. انا لا انا واخد فلوس عشان اقول لك على التخصص ده ولا اي حاجه. يعني انا عايزكم تاخدوا اي كلام مني بصدر رحب. مش عايز اي حد ياخد اي كلمه اقولها ان انا بمجد في التخصص ده وبحتكر التخصصات التانية. اتمنى ما حدش ياخد عني الفكره دي. طيب التخصصات بقى نبدا بايه؟ هبدا اول حاجه بكليه علوم، لان متاكد ان ناس كتير جدا داخله علوم وحاطه ايديها على قلبها وخايفه جدا جدا ما تلاقيش شغل بعد كليه علوم، وكانت محتاره بين علوم وحاسبات وتمريض والكلام ده كله. انا عارف كويس جدا جدا. هقول لك على افضل ثلاث تخصصات في كليه علوم. نركز شويه بالنسبه للولاد. افضل تخصص هو المجال البترولي. عندك مجال بترولي في كليه علوم اسمه الجيولوجيا في كليه علوم. ده من افضل التخصصات في المجالات الهندسيه. لو انت حابب تتخصص في المجال الهندسي للبترول، انت بتبقى مهندس بترول بالظبط، زيك زي المهندس في البترول بالظبط، لانك انت درست بقى بطن الارض بشكل مفصل بعد الدراسه ان انت كنت علم علوم وكان عندك جيولوجيا. وطبعا من اجمل التخصصات طبعا التخصص هندسه البترول. ده من افضل من في المجال علم الرياضه. هو التوب بعد هندسه. يعني هو بترول، كليه بترول اللي هي جامعه السويس اللي ما فيش غيرها اصلا. ده يعتبر انت بتبقى حاصل على اعلى درجه بعدين هندسه، يعني هي ده اعلى درجه من هندسه كمان. فانت لما لو دخلت علم علوم ومش عارف المواضيع دي كلها، وانت شاب وعايز تخش تخصص فيه نوع من انواع الهندسه شويه، انت تدرس بطن الارض بشكل مفصل جدا جدا، والغازات بقى اللي موجوده فيها وكل الحاجات دي كلها في تخصص جيولوجيا عندك في علم الجيولوجيا في كليه علوم. حابب تبقى مهندس بترول بقى، بتبدا تبحث عن الحقائق البترول والحاجات دي كلها، فيعتبر ده مفيد جدا لو انت ولد او بنت. بس هو الولاد اكتر شويه بيبقى كويس. هيبقى تخصص كويس جدا جدا وفرص عمله مهوله. دول الخليج يا جماعه البترول كلها يعني. ف ومصر طبعا الحمد لله عندنا بترول برضه. ولكن التخصص ده مطلوب بشكل كبير جدا جدا، يعني سواء هنا ولا بره مصر، فهو تخصص مطلوب بشكل كبير جدا جدا. فاتمنى الناس تبحث عن التخصص ده قبل ما تخش طبعا، وتشوف بقى هل التخصص ده مناسب ليها ولا لا. ولكن ده من افضل التخصصات في المجال الهندسي. نيجي بقى على المجال الطبي في كليه علوم. افضل اقسام في كليه علوم في المجال الطبي هو قسم الكيمياء. قسم الكيمياء، القسم ده متعدد الشعب. لو انت حابب تخش مجال التحاليل، عايز تخش في مجال الكشف عن الخلايا، اي خلايا بقى لا قدر الله خلايا سرطانيه او حاجات زي كده، انت ممكن تفتح منها معمل او ممكن تشتغل في مراكز اللي هي متخصصه في كشف الخلايا السرطانيه. فانت ممكن تفتح من خلالها مركز تحاليل، او ممكن تشتغل في مركز لانتاج الادويه، تبقى حاصل على درجه كبيره جدا من يعني اخصائي، بتبقى عندك درجه كافيه من الانتاج الادويه. وكمان ممكن تبدا تشتغل في المجالات الشركات الكبيره جدا في المجالات الكيميائيه شويه عن التجميل والكوزماتكس والحاجات دي كلها. وبرضك ممكن تفتح كمان مركز اشعه، وممكن تفتح مركز تحليل بجميع الانواع، يعني انواع كتير جدا جدا. ولكن المجال الكيمياء ده في كليه علوم محتاج منك اولا مجهود جبار 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 طبعا.
ومحتاج منك بعد ما تخلص كلية تبدأ تاخد دبلومة ودراسات عليا شوية عشان تبقى عندك القدرة إنك تبدأ تفتح مركز تحاليل أو تشتغل في حاجة كويسة جدا تقدر تجيب من خلالها دخل كبير. فده من أفضل التخصصات في كلية علوم، هو مجال الكيمياء. طب التخصص الأخير بقى وهو مجال الهندسة الوراثية. مجال الهندسة الوراثية ده أنت بتشتغل أولا بتشتغل في الحكومة لو أنت عايز موظف، بتشتغل في الحكومة في الطب الشرعي، وكمان بتشتغل في المطارات للبحث عن يعني بصمات الناس اللي جاية من المطار والحاجات دي كلها. فده فرص عمله جبارة ومهولة جدا جدا، وفرص عمله كتير ومجالاته كتير جدا جدا. وممكن كمان تشتغل في الطب الجنائي في الشرطة، وكمان في المطارات زي ما انا اتكلمت، وحاجات كتير جدا في شركات بقى وحاجات زي كده انتاج البصمات والحاجات دي. فده برضو مجال طبي مهم جدا جدا، يعتبر دول من افضل الاقسام في كلية علوم. وبقية الاقسام يا جماعة جميلة جدا ومهمة جدا، ولكن انا شايف من وجهة نظري دول افضل اقسام موجودة حاليا في كلية علوم. حابين اتكلم عنها بتفاصيل اكتر على التليجرام ان شاء الله نتكلم عنها. تعال نخش بقى قسم من أفضل أقسام كلية آداب. كلية آداب كلية ملانة تخصصات، لو اتكلمت من هنا لبكرة مش هقول على التخصصات اللي موجودة في كلية علوم، سوري كلية آداب. بس أنا شايف قسمين. الطب الطب لو أنت يعني كان بس يعني عشان أكون صادق برضك معاكم، الأقسام دي محتاجة منك دراسة بعد ما تخلص كلية. قسم علم النفس، على طول كده مش هقعد اقول مقدمات يعني كتير. قسم علم النفس من افضل التخصصات في كليه اداب. بيبقى تاهيل نفسي وبيبقى مهم جدا جدا التخصص ده، لان انت بتبقى عندك القدره انك تفتح مركز، عندك تاهيل نفسي للاطفال، الاطفال اللي بتعاني من مرض التوحد، الاطفال اللي عندها مشكله في النطق، الحاجات دي كلها تخصص كبير جدا جدا ومهول جدا جدا. ابحث عنه هتلاقي ان هو مجال طب اكتر كمان من هو مجال نفسي، لان هو ممكن تفتح مركز تخاطب للاطفال وحاجات كتير جدا جدا هتكلم عنها على التليجرام ان شاء الله اختصارا بس للوقت. ولكن من افضل التخصصات هو تخصص علم النفس. غير كده انت بتنزل تتدرب مع اطباء نفسيين كمان عشان تبقى عندك القدره ازاي تقدر تحلل سلوك الاطفال والكبار كمان. والله كلنا بقينا بنعاني حاجات نفسيه كتير جدا جدا، عدم النوم، الحاجات دي كلها من خلالها بتبدا تعمل دبلومات في الحاجات دي، وبتبقى تقدر تفتح لنفسك بقى مركز بالحاجات دي كلها. تاني قسم معانا في كليه اداب هو اقسام اللغات كلها. هتقول لي الماني، فرنسي، هندي، ياباني، كل الاقسام اللغات كلها. ليه بقى؟ عندك اولا بتشتغل في فنادق، في افخم الفنادق طبعا، في الغردقه، في شرم، في الساحل، في اي مكان في مصر. بيبقوا محتاجوا مترجمين اولا، وبيبقوا محتاجوا كمان الناس تتعامل مع الجست السياح اللي جاي من بره. فبالتالي جميع اقسام اللغات اللي موجوده في اداب واقسام مهمه جدا في سوق العمل. اتكلم عنها بالتفصيل، قولوا لي وانا اتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. ولكن الاقسام دي كلها ما تقولش بس بتختصر على السفاره ان انا بشتغل في السفاره. لا، انت بتشتغل في فنادق وبتشتغل في اماكن سياحيه كتير جدا في مصر. الحمد لله بلدنا فيها اماكن سياحيه كتير تقدر من خلالها تشتغل في المجال ده. القسمين دول من افضل الاقسام في كليه اداب، ومش هتكلم عن باقي الاقسام لان باقي الاقسام عايزه حلقات كتير جدا. ولكن من وجهه نظري دول افضل قسمين في كليه اداب لو انت حابب ان انت تخش الاقسام دي. طيب بالنسبه لكليه زراعه بقى، افضل اقسام كليه زراعه ايه؟ عندك افضل اقسام كليه زراعه وهي التغذيه. قسم التغذيه في كليه زراعه ده من افضل الاقسام اللي انت بتدرس فيها علم الانسان في التغذيه بشكل عام بشكل كبير جدا ومفصل اكتر بشكل كبير. وبتبدا من خلالها تبقى عندك القدره على التحليل الغذائي للانسان، وتشتغل في اكبر المراكز انتاجا للاغذيه زي مراكز الهيلثي فود اللي هو موجوده عندنا في مصر كمان. ويبقى عندك القدره ان انت تشتغل في افضل الفنادق اللي موجوده اللي بتقدم الخدمه دي اللي هو خدمه التغذيه. فده حاجه جميله جدا ومهمه جدا جدا. بعد كده عندك قسم الهندسه الوراثيه، وده مؤخرا بدا يتكلموا ان انت ممكن تشتغل تحصل على دكتوراه في المجال ده، وبتبدا تشتغل تقريبا طبيب علم الوراثه، بتبدا تبحث عن الجينات والحاجات اللي زي كده في التخصص ده. وبرضه التخصص ده يعتبر من افضل التخصصات الموجوده في المجال ده. علم الاغذيه يا جماعه من افضل التخصصات. انت تدرس بقى تحليل الانسان للجسم الانسان ايه، والاغذيه المناسبه للانسان ده ايه. فانت بتشتغل في مستشفيات، بتبدا تشخص انت المريض ده محتاج غذاء ايه، محتاج ايه اللي المريض ده مناسب ليه في الاكل ده. فده مهم جدا جدا التخصص ده، ومن افضل الاقسام
في كلية زراعة. كلية تربية يا جماعة من أفضل الأقسام فيها هو القسم الرياضة. الرياضة من أفضل الأقسام موجودة حاليا. يمكن كلية التربية حاليا بنافسها ببره. أنا محتاج اللي عايز يخش تربية هيخش بره أكتر بقى، مش هيكون موجود في مصر. التخصص الرياضي سواء قطر السعودية بدأوا محتاجين مدرسين بكثرة جدا جدا، لأن هم بيفتقروا أصلا الرياضة بشكل عام. يعني مستواهم الرياضي ضعيف شوية في المجال، سواء التكامل والتفاضل الحاجات دي كلها. فيعتبر ده من أفضل التخصصات اللي موجودة حاليا ومحتاجة منافسة بشكل كبير جدا بره مصر. مش هقول لك في مصر، لأن للأسف المدرس في مصر يعني للأسف يعني بدأت تقل شوية مجالاته بسبب حاجات كتير جدا، عوامل فاشلة جدا جدا. المهندسين بدوا دروس، الدكاترة بدوا دروس، ولكن بره مصر المدرس مدرس، لا دكتور يدي درس، ولا طبيب يدي درس، ولا أي حاجة من الكلام ده كله. فدول من أفضل الأقسام اللي موجودة في الكليات دي كلها. لو أنت عندك كلية اكتبها لي وأنا ممكن أقول لك أفضل الأقسام فيها إن شاء الله إيه. ربنا يوفقكم جميعا يا أبطال، أنتوا قد التحدي والمسؤولية، وربنا يوفقكم إن شاء الله.